السلام عليكم ورحمة الله. كل الناس تابعت على مدار الكام يوم اللي فاتوا قصة وفاة أحمد رفعت اللاعب المصري، لاعب نادي فيوتشر، والأحداث الكتير اللي حصلت، وإنه اتعرض لضغط نفسي شديد جدا نتيجة طبعا حد وعد وما نفذش الوعد، فترتب عليه إن هو حصل له مشكلة في التهرب من الجيش والقصة دي. طبعا الحزن بيكسر القلب، وده قولا واحدا ورأي كل الأطباء، أطباء القلب، إن الحزن الشديد بيعمل احتشاء في عضلة القلب طبعا، وبيؤدي للوفاة واعتلال حركة القلب. وكل الناس كانت نقمة جدا على قصة إن هو إحنا إزاي بنوصل لكده، والاضطهاد، وإن في لعيبة كتيرة عندها مشكلة والقصة ديت، وإن الأخلاق، الرياضة عبارة عن أخلاق. طبعا ظهر علينا فيديو جديد امبارح للاعبة في الاتحاد المصري للدراجات، لاعبة بتزق واحدة صاحبتها علشان تفوز هي بالميدالية وتروح لأولمبياد باريس. طبعا الفعل ده غلط قولا واحدا، وانت اديتي يا بنتي ان انت تأذي واحدة صاحبتك أذية كبيرة جدا، خلع في الكتف او ما شابه، واصابة كبيرة زي ما احنا سمعنا، والقصة دي كلها. انا اللي مستغرب له بقى مش فعل البنت، طبعا ده فعل غل، يعني دي حاجه. اولا انت جايه تلعبي الرياضه عشان تاذي الناس؟ لا، اقعدي بيتكم، بناقص الرياضه دي خالص، احنا نقفل الرياضه ديت اصلا. الرياضه اخلاق، الرياضه بتعلمني السمو، بتعلمني الرفعه، بتعلمني الادب. فلما الرياضه تعلمني قله الادب وتعلمني الغل والحقد وان انا ابقى شخص مؤذي، يبقى نقفل الرياضه دي خالص. هو ده اللي متعارف عليه. المفاجأة ان انا الاقي رئيس الاتحاد المصري للدراجات اللي هو الاستاذ محمد وجيه او الكابتن محمد وجيه طالع يقول لك احنا عايزين نقفل الصفحة ديت، احنا عايزين نراضي الولاد، احنا مش عارف ايه، اصل دي طالعة تمثل مصر. هتمثل مصر حد غلاوي، حد ما بيحترمش انسانية زميله. هو ايه اللي يمثل مصر؟ وايه الخيبه التقيله اللي انت طالع تقولها دي؟ وامثل مصر في ايه؟ لو مش بمثل مصر بحقها وبالادب وبالاخلاق، وان انا طالع مستحق للجائزه فعلا وللميداليه اللي اهلتني للاولمبياد، بناقصها خالص، بناقص التمثيل. ما انتوا مثلتوا مصر كتير قوي، ما انتوا رحتوا الاولمبياد في كذا مره وحصل فيها مشاكل وفضايح كتير جدا جدا جدا، مش اول مره يعني. حتى المسؤول طالع يصرح تصريح خيبان، تصريح اصلا ما يطلعش من مسؤول مصري. يا جماعه مصر كبيره، اللي مش قد المكان يسيبه ويمشي. مصر كبيره، المسؤول اللي يطلع يصرح تصريح على قدر المسؤوليه اللي هو موجود فيها. بلاش استفزاز بقى، بلاش تصدروا لاولادنا ان الفشله هم اللي موجودين، بلاش تصدروا لاولادنا ان لازم تبقى فهلوي علشان تنجح. لا، في اسس للنجاح، في ادب، في اخلاق. احنا عايزين نعلم ولادنا الادب والاخلاق، عايزين نعلمهم ان انت لما تروح تلعب رياضه انت هتبقى مؤدب، انت هتبقى حاجه حلوه قوي، مش هتبقى بالمنظر ده، مش هيطلع رئيس الاتحاد يدافع عن حاجه غلط. استقيموا يرحمكم الله. السلام عليكم.